السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كانت قرية السعد مليانة بأشجار كتيرة وورود جميلة، والأطفال كانوا بيحبوا يلعبوا حواليهم أوقات طويلة. كل يوم قبل الفطار في رمضان الأطفال كانوا بيخرجوا يلعبوا شوية لحد ما المغرب يأذن ويدخلوا يفطروا. وكانوا كمان أوقات كتيرة بيتجمعوا في بيت حد منهم، بيفطروا مع بعض ويقضوا وقت سعيد جدا. وفي يوم كانت سارة بتلعب مع ليلى وجميلة صحبتها، كانوا مبسوطين وبيلعبوا مع بعض وكل واحدة معاها لعبتها، لحد ما في نص اللعب ليلى قامت تجري ورا فراشة وما خدتش بالها وهي بتجري وداست على لعبة سارة. اللعبة اتكسرت وسارة اتضايقت جدا وعاتبتها وقالت لها انها كان لازم تاخد بالها من حركتها. ليلى اتضايقت لانها ما كانش قصدها تكسر اللعبة ابدا، وعتاب سارة ضايقها وخلاها زعلانة منها جدا. بدأت ليلى تدافع عن نفسها بشكل اكبر وتهاجم سارة بشدة، وسارة كانت بترد عليها والكلام ما بينهم بقى مليان حدة. ولما جميلة لقيت المشكلة بينهم عمالة تكبر بسرعة اتدخلت وقالت لهم يهدوا لأنهم صحاب ولازم يتصرفوا بحكمة، وقالت لهم يفتكروا إنهم في رمضان ولازم يحترموه، وإنهم لازم يحترموا صيامهم بتصرفاتهم ويقدروه. لما سارة وليلى سمعوا كلام جميلة فهموه واعتذروا لبعض، وبسرعة اتصالحوا واتكلموا مع بعض ورجعوا يستمتعوا بوقتهم. ومن يومها وهم دايما فاكرين رمضان وانهم لازم يتصرفوا بطيبة، لانه شهر جميل مليان بالخير ولازم يتعاملوا فيه بطريقة لطيفة. وبقوا حتى بعد رمضان يفتكروا أهمية تصرفاتهم الطيبة وإنها بتخلي علاقتهم مع بعض طول الوقت هادية وكويسة. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتك الحدوتة اضغط اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم. وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.